حد، ما حدش بس تاني حاجه ما تقولش حاجه عند مين الا العروسه عشان انا عارف، الخاص. انا عارف اللي اسمها ايه دي سلطتها عاليه، وبتقول لك انا اقدر امشي اي حاجه وانا قاعده. لا انسى الكلام ده، البلد فيها قانون ودوله. بصي يا أسس انا هبعت لك يا بس يا دكتوره انا كنت قريب منهم وعارف الكلام ده كويس يا دكتوره. كلنا في ظهرك، مفيش الكلام ده، بقول لك في دوله فيها قانون. اسمها مين يا دكتوره؟ ماشي يا دكتوره. لا مفيش الكلام ده. انت بس دلوقتي يا امير اول حاجه بلاغ النجده، ثواني يا جماعه عشان نركز. اول حاجه بلاغ النجده ده انت اللي عامله عشان، واحنا قايلين لك عليه علشان خاطر امان لحياتك. بعد كده لما تيجي تروح مكان ما تقولش على اي لايف انت رايح اسكندريه رايح القاهره، ما تقولش كده. الحاجه اللي عندك ما تقولش عند مين، تبعت لعروسه الدكتور. وما تقفلش اللايف عشان نشوف الناس اللي جايه تاخدك دي من النجده ولا لا، ده لايف مفتوح ممكن يجوا لك ناس قالوا مش النجده. بعد اذنك يا دكتوره خليه يتكلم بقى. معايا تليفون لحظه معايا تليفون، انا معايا تليفون لحظه. انت اسمك ايه؟ اسامه سعد. بص انا على اللايف تمام. في واحد اسمه اسامه سعد، انت موجود وين؟ في بني سويف. موجود في بني سويف. اتصل على النجده من حوالي 5 دقائق. الحساب بتاعه هو بيكلمني على التيك توك، الحساب بتاعه اسمه اسس. هو اتصل على النجده من حوالي 5 دقائق، والنجده هتحوله بالمركز. الراجل ده مهدد بالقتل تمام، وعنده ادله وعنده تسجيلات على الكلام هذا تمام. انا عايز الراجل ده لحظه الراجل ده عشان لو حصل له حاجه انت فاهم الدنيا فيها كيف. طب ماشي اعمل اتصالات. ايوه يا جماعه. على فكره انا ممكن اتصل ببوليس النجده من عندي كمان. معلش بنتابعك معايا معلش حبيبي. تسلم. لا لازم يكون في امان يا جماعه. يا جماعه خلي بالكم اللي في ناس تبعهم بيعملوا حساباتهم مستشارين وبيطلبوا جستات في اللايفات. عشان كده قلنا لك افتح اللايف عشان لما يجي البوليس نشوفه، فاهم؟ لا انا بقول لكم نصيحه مني، في ناس مش مستشارين تبع العصابه دي بيعملوا اكونتات المستشار فلان عشان يطلع هنا عشان ياخد المعلومات ويتواصل معاهم. تيتو مش بيطلع اي حد، بص يا أسس هبعت لك صفحه المحامي بتاع مروه اللي هو المستشار بتاع معايا رقم والله. معايا خلاص. يبقى اديله. انا بقول لك انا في العصابه دي. كلمه دلوقتي واحنا معاك، كلمه برضه يا جوري بصوا صفحه اسس فيديوهات اسس. اول حاجه تقدم، مش قلت لكم ان النهارده انا مش قلت لكم يا جماعه في معلومات في ادله بسيطه اتقدمت. أيوة. قلت لكم الكلام هذا ولا انت؟ اسس كان من ضمن الاولويات اللي اتقدمت لانه شاهد اثبات. الكلام اللي انا بقوله هذا انا واثق منه تمام. اسس الفيديوهات بتاعته النهارده كانت قدام النيابه، اتحطت في الحرز بتاع النيابه ان شاء الله باذن الله، لان هو شاهد اثبات على العروسه عارفه، العروسه عارفه اللي انا مع العصابه دي واللي هم كانوا بيستغلوني، عارفه كل حاجه، كانت قريبه لي انا ومروه. وانا عارف يا اسس، وانا عارف انت انا عارف قصتك، ما تقلقش. ممكن تجيب حد من جيرانك يقعد معاك؟ الجيران لا مش بضمن اي حد ده. لا ما يدخلش حد جيرانك، الله يخليك. مش مضمونين. تمام. لا انا بقى صوتي بقالي ساعه بقول لكم انا كنت ممكن اروح له، اقول لك يا اسس الباب مثلا بتاعه. ثواني كده يعني تيجي تاخده وتطمن عليه. اسس انت قدامك قد ايه؟ قريب منه قد ايه؟ ثواني يا عروسه لف الكاميرا كده. الفها ازاي؟ لف الكاميرا التليفون على الباب. الباب ده الباب لف بس وانت كده. لا ما تلفش بس بسرعه. ايوه بسرعه كده. لا بالهادي كده بالهادي. بس يا حبيب اخوك بس بقى. تمام يا غالي. اصل انت عمال تبص يمين وشمال كده مش عارف يعني. لا انا قلقان. هو متوتر يا تيتو. بيفكر. انا عارف يا صاحبي، انا بس بامنك بس. انا عارف يا حط صاحبي. نفسك مكاني انا. خليك واثق في الناس على فكره، خلي بالك الناس دي يا عم لو قلت ان حد مثلا كاني انت فهمت، انا مش عايز ده حاجه بس انت ايوه انا من بهدد انا معايا. اتمنى ان انت تكون صادق، اتمنى ان انت تكون كل كلمه صادق فيها عشان ربنا يحفظك ان شاء الله. والله قيس على عروسه، انا غيرت كلامي يا عروسه من ساعه ما مروه اتخذت. لا من ساعه ما ربنا كرمه بقى مع مروه بقى ملتزم في كل حاجه، وابسط الامور كان ممكن ما يتكلمش ومروه مش موجوده اصلا. الكلام مش انت معاك تليفون تاني يا اسس؟ لا هو واحد عنده حق في الكلام ده. كنت هخليك تكتم هنا وانا يجي. ماشي بقول لك ايه، هو العمر واحد والرب واحد يا ابني. العمر واحد والرب واحد. انت ذكر هم عندنا كده راجل، يعني انت بعيد عنه شجاع وراجل كده. لا ما نعيش انت كده راجل، ما تخافش. تمام ولا دولة قانون، ما تخافش. انت في امان، ما تقلقش. طب ليه يا اسس طالما عندك رقم طه ليه ما اتصلتش بيه وقلت له انا خايف وامني وخليني معاك وكده؟ ليه ما اتصلتش انا بيه؟ اصلا كده كنت مسافر النهارده. انا كنت انا هسيب السكن بتاعي لحد ما اشوف انقل حاجه ازاي، بس كنت همشي. اخوك اجي لك يا ابني تعمل لاخوك تكتب لي عنوانك على الواتس على الخاص واجي لك. تعمل لاخوك اجي لك، انا جنب الموقف مفيش 3 دقايق. صوتك بعيد قوي يا هاني. مين اللي بيتكلم؟ هاني. اسس الظاهر حد اتصل بيه. لحظه يا جماعه. الو. ايه يا حبيبي
معلش تعبك معايا. لا لا ماشي ماشي تمام تمام تمام. الله يصلح حالك. اذكروا الله. يطلبوا منه يفتح الكاميرا. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك حبيبي. تسلم تسلم يا غالي، ربنا يبارك لي فيك، ربنا يبارك لي فيك، ربنا يبارك لي فيك. انت عارف ان انا ما بنعرفش غير الرجال يا ولدي، انت عارف ان انا ما بنعرفش غير الرجال. ربي يبارك فيك يا اخويا، يكون في عونك يا اخويا، ربي يعاونك، ربي يعاونك. تسلم يا كبير، تسلم على راسي. مش هنسيبه والله، ما نسيبه، ولا نسيب حق مروه، ولا نسيب حق البلد ديت، ولا بنخاف ولا هتهز شعر. ايوه والله ما هتهز شعر مننا. عشان قلت لكم ما دام اروح له يا جدعان، انا قلت لكم اروح له، والله كنت اروح له عادي. انا كان قلت اعمل لكم بينه وبينه نص ساعه، كنت يا تيتو بعيد مين اللي جاي ياخده. طب كلمونا يا جماعه يفتح الكاميرا عشان نشوف فيه ايه. يا تيتو ده بيقول لي تعالى انت عشان نعمل لك محضر. لا قول له ازاي؟ خاطر انا انا بقول له مش هعرف انزل. قول له انا من البيت انت فيه. لا بقول له مش هعرف انزل، بقول له يا باشا مش هعرف. ممكن اكلمه يا جماعه، بقول له مش ممكن هعرف اكلمه يا انزل. جماعه. انت حكيت له على الموقف وعلى الموضوع اللي احنا فيه. ايوه قلت له انا من مرجع ايتام وعندي منصه تيك توك، والموضوع اللي منتشر تبع بنت الرئيس والكلام ده. قال لي طب تعالى يا حبيبي، بقول لك تعالى اعمل محضر، تعالى انت. قول له يا باشا انا مهدد، قول له انا مهدد يا باشا، انزل ازاي؟ الاذان الله اكبر الله. طب استنى يا أسس، استنى يا كده حد أسس. تواصل معاهم يا جدعان، كده حد تواصل معاهم وقالوا له خليه ينزل. لا الغي الموضوع يا أسس، الغي الموضوع واطلع الساعة 8 ما الاسكندرية نزلش غير الصبح. ايوه لا لا ما تقولوش سافر، لان ممكن حد يستناه تحت يا جماعه، ما حدش يقول له سافر حاجه لازم زمنيه. يأذن. انا عمري ما هاني تروح له والله. قال لي عايزينكم يا جماعه، خلينا نتكلم. تروح له يا هاني. اروح له والله، انا عمال من بدري اقول لكم اروح طب له. ابعت رقمك لهاني ده، ابعت رقمك لهاني على الخاص. لا استنى بس عشان المراكز مش مضمونة على فكرة. معلش يا جماعه انا هنزل، انا عروسه، انا هنزل، انا هنزل لا يا لا يا اسس ما تنزلش خاطر، يا اسس ما تنزلش لوحدك. الساعه 8 انا هنزل. لا انت بتقول كمان على اللايف ده، انت تنزل تلاقيهم مستنيينك تحت. ما هو بيقول لك هجيلك يا أسس، هاني بيقول لك هجيلك هبقى معاك. يا اسس يا اسس بصوا يا جماعه، استنوا بس يا جماعه، استنوا بس. هو دلوقتي خلاص الفجر اذن، يعني فاضل ساعه وتلاقي النهار طلع ونور ربنا ظهر. يبقى حد يروح يقف له، او اوعى تتحرك من مكانك يا اسس، خليك مكانك، ما تفتحش لحد الباب ولا تبص لاي حد. وحاسس ان انت هقول لك ايه؟ وهنفتح اللايف كده خلينا معايا يا جماعه. حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا ينتقم منكم يا بعدة، ربنا ينتقم منكم. الواد في توتر، الواد حرام عليكم، تيتو حرام عليكم. تيتو مشكلته ان ادى عنوان للدنيا كلها. سامعيني يا جماعه؟ ايوه سامع. تيتو او ميخا أيوة اتصل ببوليس النجده، اتصل ببوليس النجده واعمل ميوت، ما سمعناش صوتك، وادي عنوانه، ادي عنوانه بالظبط، وقول لهم ان ده معرض للقتل عشان قضيه ابن الرئيس، بنت الرئيس مبارك. سامعني؟ هو ميخا معوض، ميخا كان يا دكتورة يا دكتورة انتوا مش عايزين تسمعوني، انتوا مش عايزين تسمعوني. الراجل قال له ايه؟ مش عايزين تسمعوني. قال له تعالى افتح محضر عندنا صح، عشان ما عندهمش اذن من النيابه انهم يجوا. اسس قفل الكاميرا. ايه يفتح مايك يرد عليا. ممكن يكونوا بيتصلوا بيه. لا ما اتصل بيعمل حاجه، مش ضامن الاسم. يا اسس هو بيعيط. اسمع اللي هنقوله لك. اسس نعم معاك يا اسس كلنا. صلى على النبي. يا حبيبي افتح تفتح الكاميرا يا صاحبي. الكاميرا. صلى على يا النبي. اسس والنبي الكاميرا. افتح يا حبيبي. يا اسس انت صلى على النبي. انت بتعيط ليه؟ انت راجل واحنا معاك اهو. صلى على النبي. احنا معاك الله. صلى على النبي. صلى على النبي. لا اله الا الله. بص انت هتتصل على النجده، مش هتتصل على المركز، هتتصل على النجده وهتتكلم بحاله رعب وحاله ذعر، وتقول ان الباب بيخبط عليا، والمركز يتواصل معايا ويقولوا لي انزل، وفي ناس واقفه لي على الباب وجم خبطوا عليا. سامعني؟ ايوه سامعني؟ بسرعه بسرعه. وانت بتكلمه مخبط على الباب، انت بتكلمه مخبط على الباب ورزع على الباب. قول لهم الحقوني الحقوني. انت يا هاني مش قلت انك قريب منه؟ يا ست الكل انا ما عنديش مانع والله، انتوا الممانعين مش عارف، كل ما اجي اقول اروح في ناس بتلغوش عليا. بالعكس احنا عايزين حد يقف معاه، يقعد معاه. انا قلت له اروح له والله ما عنديش مانع. يعني هتروح بطولك؟ بقول لكم ايه يا جماعه؟ بقول لكم ايه؟ بس واحد ممكن حد يكلم المحامي بتاع مروه؟ استنوا بس ثانيه يا هاني، انت هتروح بطولك؟ اروح بطوله. لا يعني تبقوا انتوا الاثنين ازاي لوحديكوا يعني؟ ازاي يا هاني؟ لا ما ينفعش يا جماعه وحدوا الله. يا ست الكل انا هروح له، مش هطلع له فوق، حتى انا مش هطلع عنده فوق، انا افضل قاعد يا حبيبي ما ينفعش. لو عندك زمايلك خدهم معاك يا جماعه بس اهدوا. طب انزل يا هاني، روح خايف عليكم يا هاني. ما تطروش بالدرجه، ما تروحش يا هاني، ما تروحش معاك، ما ينفعش. ما تروحش. وسع هو بالك، قفل مني ورا وسع فين؟ بالك، وسع بالك. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، صلوا على النبي. فين؟ صلوا على النبي. صلوا على النبي. صلوا على النبي. صلوا على النبي. السلام عليكم. انسوا الموضوع ده. يعني ايه نسوا الموضوع ده؟ يعني ما تخافوش. لا اللي بنقول لكم انا عارف انا بنقول ايش. ما تخافوش.
وهو محدش هيجي يمه، وهو كده امن نفسه، وهو كده صوتك بعيد يا ميخا. هو كده امن نفسه، وهو كده عمل اللي كان عايز يعمله واللي كان في دماغه. فخلاص الموضوع انتهى لحد كده، وما تقلقوش، وهو ما فيش حاجه هتيجي يمه. الراجل انضغط عليه فعلا واتهدد فعلا، وكان التهديد ده هدفه ان هو يهرب وان هو يخاف وما يديرش حاجه، وهو عمل اللي هو عايزه، وصل للهدف اللي هو عايزه. تمام. فاحنا كده على فكره اي حد في اللايف هنا قال لي ما تروحلوش، الذنب في رقبته لو حصل له حاجه. انا قلت لك من ساعه من ساعه ما دخل اللايف انا كان ممكن تلت ساعه ابقى عنده حتى مش هطلع له فوق. انا كنت هبقى عندي المبنى من تحت، حتى هو طالع الساعه 8 الصبح ما همشي وراه. لو حد حاول يأذيه ولا حاجه هعرف ان انا اتصرف. يا هاني يمكن على كده رقمه عند الاستاذ طه، تقدر تاخده من الاستاذ طه. خد حد معاك يا اصلا هو نزل ليه وراح فين؟ نزل ليه؟ انا بعت له دعوه هو يائس تماما، فاقد الامل، لانه استنجد قبل كده على فكره يا جماعه. هو استنجد من شهور بيستنجد. بصوا يا جماعه، بص يا تيتو، اقبل يا اسقس اقبل. لا حول ولا قوه. يا هاني كلم حد عندك كام واحد كده وتروحوا يا ريت لو كان عندك كام جار وتاخدهم وتروحوا. ايوه يا هاني. لكن الوقت متاخر عشان نرن على حد مش هينفع. انا قاعد انا ما عنديش مشكله صدقني. ممكن واحد يموت. انا مش فشخره صدقيني، بس انا يعني انا الحمد لله لا بخاف، وقلبي والله جامد ولا بخاف ولا بعمل. انا كان موظف ان انا اقعد تحت المبنى حتى لو هو طلع الصبح احاول حد ميخا شكله مش مريح. يا حبيبي اللي الكومنتات افهموا كده، افهموا احنا واقفين مع مروه. الكومنتات اللي بيقول ميخا ولا انت ده مش مريح يا تيتو احنا واقفين مع الحق، احنا مع الحق يا جماعه. وراح اي قرار ناس داخله احنا معاه فيه والله. ناس داخله عشان ما اعملكش كنا نعرف نجيب ناس والله. يا جماعه دول الناس بيشككوا في اسس. انا مش عايز اعمل بلوك لحد، بيشككوا حتى نحترم نفسنا كده لو سمحتوا. لا هم دول تبعهم على فكره. حتى تحت كانوا بيشككوا في اسس فعلا. عندك يا تيتو، عندك يا تيتو الرد. ما تخلوش يا جماعه يفرقكم. يا جماعه طلعوا لي اسقس، النبي حد يطلع لي اسقس. لا دول تبعهم على فكره، حتى اللايف علي من اول ما اسقس جه معلش عندنا. يعني هو هيجي يقول الكلام ده كله ويودي نفسه في داهيه يعني مثلا كده؟ اكيد لا. راجل لا هم كانوا بيقولوا كده على مروه على فكره، كانوا بيقولوا كدابه مجنونه بتقول اي كلام زي اسس بالظبط كده. اللايف علي من اول ما اسس جه عندنا. فيبقى اللجان دول ربنا يسلمك. انا بس عايزاه يظهر على الكاميرا. انت بعت له لقيته. ايوه فهمت ولا نعيد لك تاني؟ فهمت يا ميخا تمام. بس كده يا جماعه ما تخافوش. بس انا عايزك بس تاخد بالك، عايزك تاخد بالك من اللي قلت لك عليه. الموضوع كبير ان شاء الله. حكومه بلدنا وان شاء الله هتظهر الحق. ما تخافوش يا جماعه. احنا واثقين في الرئيس. ايا كان مين هو. عايز اسمعهم يعني رجالتهم ان احنا ما بنخافش من حد، ولو على موتنا عادي ولا يشغلنا. يعني نعيش بكرامتنا يا اما ندفن فيها، واحنا مع الارض ديت على شرف مصر وعرضها، والقضيه دي مش هتخلص. وطبعا واثقين في حكومتنا وسياسه الراس ان هو هيجيب الحق ده كله، وكله هيتجاب، كلكم هتتجابوا ان شاء الله. بص يا جماعه بصوا يا جماعه في تعليق شويه يا دكتوره، في تعليق بتقول، انا شفته قبل شويه التعليق وانتوا بتتكلموا مع اسس، قالت ان هبه التركي اعترفت في لايف بتقول ايوه ابراهيم اخذوا منه وباعوا الكليه وفص من الكبد بس برغبته بارادته برضاه يعني. ايوه ما هو ما خلاص بقى، ما كل حاجه هيبداوا يقولوا لها. انا رديت عليها قلت لها ابعتي لي الفيديو على الخاص، لسه ما ردتش عليا. ماشي. اللايف بتاعك يا تيتو كل كلمه احنا قلناها الحمد لله ولسه كل حاجه بنقولوها احنا بتحصل. قلت لكم انا من الساعه 12 بالليل قلت لكم اول واحده هتعترف هبه مرات شيكا. خليكم متذكرين الكلام ده. ام مكه على فكره، ام مكه قاعده على تكه. خليكم متذكرين الكلام ده. بني ادم دلوقتي فين يا جدعان؟ يا اسس لو موجوده يا اسس هو راح فين يا جماعه؟ اسس بقول لك ناس دخلوا على ليلى كلموها عن اسس وهي بتعمل اتصالاتها على طول، كلموها على اسس. لا والله في حد بيقول لك دلوقتي في اللايف اسمها الشبح دي ليه؟ هي ليلى فاتحه؟ حد اسمه يامن قال لك ناس دخلوا على ليلى كلموها عن اسس وهي بتعمل اتصالاتها وعملت كتم. يعني ايه يعني هتخطفوه؟ طب ما انتوا كده تثبتوها على نفسكم. يعني لو عملتوا في حاجه بتثبتوها على نفسكم. يعني انا بسمعهم اهو، لو عملتوا في حاجه فانتوا كلكم كده هتثبتوا كل حاجه على نفسكم. يعني احنا بنقول لكم مش هنسكت، والله ما هنسكت. المشكله ان حتى رقم تليفونه ما عندناش. لو حد يعرف زي ما انتم، لو حد يعرف يخش لنا على اللايف، لو حد يعرف يخش لنا على اللايف. هم اللايف مأمنين نفسهم، احنا مأمنين نفسنا كويس قوي، والموضوع مش معانا بس. الموضوع مش معانا. يعني انتوا طيب ماشي واحد حضرتك انت بقى الحاجه قلبتوا الايه عليكم. انا بس عايز اسس اشوف راح فين. طيب انا بعت له اهوت، انا بعت له ما ردش عليا، مش عارف راح فين اسس. لما ماشي يا ريت لك كنا بعتنا هاني استاذ هاني ليه بقى؟
استنى يا جماعه كده نشوف. من ساعه ما طلع اتكلم معانا وانا عارف ان في حاجه ممكن تحصل له، عشان كده قلت لكم نروح له، ما عنديش مشكله. اهو تاني وبعدين تعليق، صوفيا ناس كويسه، تاني تعليق من برنسيس. يا جماعه ليلى تعمل اتصالاتها زي ما عملت في مروه. حد يفتح لنا يخش لنا على اللايف بتاع ليلى يا جماعه، اللي يعرف يخش لنا. ايه وتيتو كمان والله، ده مين اللي بيقول يعني ايه؟ اليكس يلا. اسس بلغ على نفسه يا ولادي، اسس بلغ على نفسه في اللايف، قال لها يا جماعه رافعه هجيبها بطريقه جنونيه. انتوا سامعيني؟ طب تفتحي اللايف عشان نسمعه. بيقطع عندي. لا مش سامعين. انا نفسي اعرف انت رفضت ان انا اروح له ليه؟ مش عارف. يا عم اسمع هي عروسة الدكتور ما رفضتش يا هاني، هي خافت عليك انت. اللي بقول لك عليه، اما نقول لك طب الواد راح فين؟ الواد موجود. بص نص ساعه بالظبط وهنفهمك الواد راح فين. يعني انت اللي قلت له انزل. نص ساعه بالظبط وهنفهمك الواد راح فين. هو ما نزلش، هو موجود في البيت، بس وسع بالك. عرفتي منين يا ميخ؟ يا ستي بس خليها على الله، سيبيها على الله. تمام على الله ونعم بالله. بس طب شدوا تلبسوا شير الناس اللي باذن الله خير. تيتو ليلى كانت بتتكلم في التليفون، واول ما قلت لها اس لو حصل له حاجه هلبسك احمر، عملت لي بلوك. ما اكيد لازم تعمل لك بلوك عشان هي يا بلد. بيقول لها ما قالش اسمي، بتقول له هتوحشني، بس الصوت بيقطع. بتقول له هتوحشني. معقوله؟ ده تصريح على العلن. ثواني بس عشان الصوت عمل بقى اهو. بيقول لها حد بيقول لها مطلعينه بطل دلوقتي في لايف تيتو، بيقولوا له اوعى تنزل من البيت، وهي مركزه قوي في التعليقات. انتوا سامعيني؟ سامعينك. ايوه سامعين. روحوا قولوا لها كمان انك عايز تروح. بيقول لك سالت وقالت هو قال اسمي. بيقول لها اتصل بالشرطه قدامنا. وقالت هو قال اسمي. طيب انتوا شوفوا اسس فتح لايف كده. حد يشوف اسس فتح لايف كده. مش فاهم. انا بعت له واحد بعتها بيقول لها تحياتي من بدو العريس شمال سينا. مش فاهمه ايه يعني، مش فاهمه. فكك من اي حد هيجي ايتها، لان دولت الجماعه اللي معاها اللي تحت ايديها الخدامين اللي عندها. هو للاسف الشبكه عندي عشان انا شغاله فيديوهين، فاهم؟ الواد ده راح فين يا نيخه؟ يا عم نيخه؟ بالظبط كده، يا ريت كان الاستاذ هاني نزل له. يمكن عروسه البحور دخلت له على الخاص اصلا، نزلت على طول. يا ريت. طيب يا ريت. طلعتوا عيني عشان تشوفوني اطلع. حصل كلمتيه؟ حضرتك كلمتيه؟ ما بيردش. طب الحل ايه بقى؟ شوف بقى يا استاذتي هتعملوا ايه؟ انا كنت اروح الموقف يا جدعان، اخد عربيه مخصوص ادور. يا ريتك كنت نزلت يا استاذ هاني. مش هروح له الشقه، انا ما كنتش هروح له الشقه ولا اطلع الشقه عندي. كنت طب روح حتى راقب تحت فعلا، روح وشوفوا. يا جماعه السلام عليكم. وعليكم السلام. بص يا تيتو، هم كانوا قاعدين، انا بعت فيديو لميخا، انا ما اعرفش ما شافوش لحد دلوقتي ليه. كانوا بيتكلموا عليك انت كمان. حلو الكلام. على مين؟ وكانوا بيقولوا ان انت على تيتو، ان هو كمان واحده دخلت له وهو مشترك في تجاره الاعضاء، مش هم والكلام دوت. انا بعت لك الفيديو يا ميخا. اول حاجه، ثاني حاجه، الواد مشاكس ده كلامه صح. كانت سلمى رحاله اللي بتتكلم عليه، اللي هي كانت موجوده عندك في الجست هنا وسمعت واحده بتتكلم معاك في الكلام دوت. انا الفيديو مع ميخا انا بعتها لميخا. طب تمام مفيش مشكله. تمام. ادي اول حاجه. مشاكس دوت كلامه صح، لان في بنت دخلت لي بتقول لي انا نصيحه مني ابعدي عن الموضوع دوت، ده في ولد اسمه مشاكس كانوا بيتفقوا عليه والله، ومعايا السكرينات ممكن اوريها لكم. فبقول لها مين مشاكس دوت؟ مين مشاكس دوت؟ لا ده لسه من ساعه. مين مشاكس ده؟ راحت بعتها لي الصفحه بتاعته. هو اسس. تمام. وفي ناس موجوده هنا معانا في اللايف تبعهم. طبعا انا مركزه مع التعليقات. كل حاجه هنا موجوده. كل كلمه بتتقال هنا هم بيسمعوها هناك. هقول لك طلعيني، خليني يطلعوني. كل كلمه بتتقال هنا هم سامعينها. عملوا لك يا جوري خليهم يطلعوني. يا ميخا شوف الفيديو اللي انا بعته لك وبعته لتيتو يا ميخا.
تطلع طب يا جماعه هتسيبوا قصص كده؟ مشكلة تخافوا يوصلوا له. انا مش عارف انتوا رفضتوا ليه ان انا اروح له، مش عارف انتوا قلتوا ليه ما تروحلوش، رفضتوا ليه ما ما رفضتش مش عارف عليك اكمله. الدخول، هي خايفة عليك، قالت لك ما تنزلش الحمد لوحدك. لله بدل ما انا بجري في الحق والدنيا تمام. وعلى فكره بني سويف هناك ناس جدعان يعني كنت ليه كذا حد من بني سويف كنت اكلمه ينزل معايا. ماشي، ما انت قلت هتروح لوحدك. احنا والناس كانت ما انا اروح لوحدي، ما فيش حد اعرف اصحيه من هنا، لكن انا اروح هناك لازم ناس وناس من الناس الخضراء وناس من بني سويف نفسها اللي انا شغال اصلا على العربيه. كنت لسه فيها، حاول تجيب رقمه وادخل له على يا جماعه. بصوا يا جماعه، في واحده اسمها مريم بتقول لكم، ليلى بتقول اسمعوا، بتقول لكم ليلى بتقول واحده اسمها ايه كيداهم دي، هو في الشقه هناك. شفتي يا جماعه لازم حد يروح يقصص يا جماعه، او حد يبلغ بوليس النجده بقى. في حاجه كمان يا جماعه بتقول ان هي ايديها طايله عشان نتكلم عن كيداهم. هو يا جماعه كانت بتقول ان هي ايديها طايله وبحركه كده عملت بصباعها كده ان هي ممكن تجيب اي حد. الكلام ده قالته في اللايف ان هي ممكن احنا دوله قانون غصب عنها. طب يا جماعه المجتمعين ان الاستاذ هاني ينزل يروح له. هو ينزل يروح له بس يكون معاه حد يا جماعه، حد يكون معاه. خلينا نتكلم يا هاني. انت بتقول لو رحت هتقدر تجيب ناس معاك هناك يا هاني؟ يا استاذ خلينا دلوقتي ما معيش حد تمام، واي حد يتهاجم عليه عبد مصر يا جدعان الهوا والله هتلاقوا رجاله بني سويف كلها دلوقتي. بقدر اكلم ناس. حضرتك اتفضل روح له. طب فين رقم اسس عشان اروح له؟ انا رايح بني سويف اقول لي مش على العلن بقى. عند المحامي طه. هدخل للمحامي طه، هو فاتح 24 ساعه. يا جدعان العنوان، انا عايز العنوان عشان اعرف اوصل له. انا كنت اكلم اسس، كنت اخليه يبعت لي رقمه واكلمه انت فين يا ابني، انا في المكان الفلاني، بعت لي اللوكيشن كنت اروح. وما كنتش هطلع له الشقه، انا كنت بعرف من تحت واتصل على كذا حد يجيني وافهموا الموضوع، كنا نقعد تحت. حتى قال له بعت له حد كنا نعرف نتصرف. لا شباب حضرتك انتوا بتلعبونا يعني. انا ما اخافش من الحق ولا اخاف من حد في الحق. ثواني عروسه البحر، وبعدين اللي يحصل لنا اكتر من اللي بيحصل لنا يعني. يا عروسه البحر. نعم. في دلوقتي فيديوهات عماله تنزل لمامة ابراهيم شيكا، تمام، اللي هي بتقول ان كل كلام مروه ده صح في حاجه واحده، ان هي قالت ان هي كانت مطلقه منه لما ما كانش معاه فلوس، تمام. وفي فيديوهات واحده عماله تنزل تاكد ان مروه كلامها صح 100%. ما كلامها صح. ومين اللي شاكك اصلا في كلام مروه بتقول حقائق. هي الحقائق دلوقتي عماله تظهر على فكره، في فيديوهات كتير قوي عماله تتسرب. مروه بتجيب بالاسم وبالرقم وبالبطاقه وبالعنوان بالتفصيل، وكمان مواقف وحوادث قديمه حصلت. ايه اللي خلاها تجيب سيره سعاد حسني ومين اللي قتلها؟ اذا كان حققوا في الموضوع وما عرفوش مين اللي قتل سعاد حسني، مروه عرفت وقالت كم مره كده. وفي فيديو كمان مسرب لام مكه كان نازل وهي لحد ان هي هو قصص لازم حد يروح له على فكره. هيرجع يفتح لايف، هو وعد جماعته انه هيفتح لايف. فين تيتو فين مش هروح على اللوكيشن. طيب مش انا اروح على اللوكيشن ولا انا اروح بني سويف واقول يا اسس اكيد. لا حبيت الكلام قلت لكم ما تخلوش يتصل بحاجه، انا اوصل له الاول. نعم يا هاني ما تنزلش لان ادام هم موجودين هنا في اللايف ومسجلوا كل حاجه، ممكن انت كمان يكون في خطر عليك. مين سلمى دي بتقول اقبله ضروري؟ انا لله الحمد ما بخافش من حد، ولله الحمد بدل ما ماشي بالخير ما حدش يعرف يا جماعه ما حدش بيخاف من حد يا جماعه، بس احنا عايزين نوصل للحقيقه ونوصلها للقانون. الواد نزل راح فين؟ الواد راح فين دلوقتي؟ الواد راح فين؟ نزل من على الجست عندنا راح فين؟ الجست بتاعه اتقفل مره واحده، راح فين؟ لا اله الا الله، اعمل بلاغ للنجده. ما انا لو عملت بلاغ هيقول لي عنوانه، هقول لهم اقول لهم مش عارف، هبقى انا راجل كده بضل لهم ودخلت نفسي كده ببلاغ يا جماعه. هو تقريبا ميخا هو اللي نزله من على اللايف. شوف لما ميخا يجي ولا الاستاذ تيتو يجي نشوف. عشان ميخا قال خلاص الموضوع هو انتهى. ميخا بيغيب وبيجي بالخلاصه بمعنى اصح. عامة هي عاليات اللايفات دلوقتي بتتكلم على مروه ان هي مع مروه، حتى في اللي هو الصحفي هشام بيقول ان هو بيدافع عن مروه دلوقتي، كان الاول ضدها دلوقتي بيقول انا معاها. هشام مين؟ هشام الاعلامي؟ وعامل ده ضد مروه. هو قضيه راي عام؟ لا دلوقتي معاها على فكره. اللي هو قضيه راي عام؟ ده كل شويه بيفتح لايف طه، كل شويه بيفتح لايف طه. لا انا كنت في البث بتاعه من شويه. طب يبقى معناها يبقى سمع معلومات ان مروه هتطلع، يبقى الاشاعه صح. كل الناس بيقولوا يا ناس في حاجه كمان في اللي هو الصحفي اللي هو بيجيب اخبار عن الحوادث والكلام دوت، لسه طالع برضه بيقول انا اسف ان انا كنت بتكلم ضد مروه، بس انا وعدكم ان انا هفاجئكم ان انا دلوقتي مع مروه. مين الصحفي ده؟ اللي هو الراجل ابو نضاره السعيدي ده اللي هو بيجيب الاخبار عن الحوادث. بيقول انها طلعت. اسمه ايه؟ هو ده. قال انها طلعت ومن غير كفاله. بالظبط، انا سمعت الاشاعه دي كتير في التعليقات وبيقولوا انها طلعت.
لا هو هشام قال ان هي اتجدد، متهيألي حبسها هيجدد حبسها 4 ايام. لا عقبال في ما راجل يخلصوا كبير يجيبوا طلع. تيتو الشرطة رحت فين يا تيتو؟ اللي هي ذكرت تيتو اسمائهم. تيتو انت معانا، انت رحت فين؟ تيتو يا تيتو. عروسة سامعيني يا البحور، جماعة؟ طلع عروسة البحور يا تيتو. سامعيني لو سمحتوا؟ ايوه يا حبيبتي سامعيني. بصي حضرتك، كان عايزه اقول لك بس حاجه مهمه، ان المفروض أس كان اول حاجه عملها ان كان حد صور وهو بيقول انا جالي تهديد كذا 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 كذا. ليه؟ لان هو كان المفروض قال انا فلاني الفلاني تم انا التهديد. مسجل يا فندم، مسجل اللايف يا فندم، مسجل اللايف يا فندم، مسجل اللايف من ساعه ما دخل، انا مسجل. طيب تمام، لان برضه في اللايف بتاع اسمها ايه دي الشبح قالت انا بحرك كل حاجه بصوابع ايدي. ايوه ما انا لسه قايله لهم الكلمه ديت وعملت بصباحها. انا كنت في اللايف بتاعها بحساب تاني. وفي محامي وفي ناس هنا تبعها، في ناس هنا تبعها طب بيسمعوها الكلام ده اللايف. ما طلعش قبل كده ليه لما اتسجنت مروه ما شاء الله الكلام بقى عيني عينك دلوقتي، كمان والتهديدات عملت عيني حاجه عينك غريبه على في اللايف. اللايف. انا وبعد كنت كده موجوده يا جوري ان هي قالت قبل كده ان هي ما تعرفش يا سلمى تيتو ما رحال تقلقش ديت. عليك انت كمان يا تيتو. سلمى رحال طلع معاها تيتو لايف. اه تيتو هي قالت اللي مصدق مروه يكتب رقم 1. المهم استنى يا جدعان، تيتو برضه راح فين يا جدعان؟ ثواني، تيتو مش عايز يرد يا تيتو. اكيد بيصلي. بيقول يا جدعان، هو رايح يصلي بيقول. هو يبقى بيعمل مكالمه بقى. وميخا اختفى. يعني هي منين جت هنا عند تيتو؟ ميخا قالت شاد قبل النور. كده هي ما تعرفش سلمى رحال ديت، ودلوقتي سلمى رحال ميخا طلع شاد معاها النور. في لايف وبيتبلوا على تيتو ان هو كان في واحده معاه بيتكلموا في الاعضاء ان هو اللي بتاع الاعضاء. ازاي؟ ما انا مش فاهمه برضه. رامي بلا. على فكره يا تيتو اللي طلعت قبل كده واسمها كيداه ودي ليلى. خلي بالك يا تيتو. يمكن تيتو يا جماعه، يمكن هو نزل راح لأسقس طيب بس ما قالش، يعني ما رضيش يقول على مين اللايف. اللي راح لأسس يا جدعان؟ تيتو بعيد عني خالص. مش انا اعرف حد ليه يا كل جدعان؟ حد في محافظه يا سلمى. أسقس قاعد في بني سويف. مش قاعد في المحافظه نفسها، انا مش قاعد في المحافظه نفسها، انا قاعد في مكان بعيد عن المحافظه، بس ربنا يعني انا كنت جاي ابني مصلحه تيتو انا عمال انت عليك من بدري يا تيتو. كده سامعينك. قلقتني عليك يا عم، عمال انت عليك من بدري. سامعك يا تيتو. يا هاني ايه معلش عمال انت عليك من بدري، قلقتني عليك. ما انت قول يا تيتو بعد اذنك، لما بصلي تقول الفجر. قول يا تيتو، ما تسيبوش اللاب مفتوح. ماشي، تقبل انا الله. قلت راح اصلي والله. ما خدناش بالنا والله، ده انا بقالي ساعه عمال انت صوتك عليك. هادي يا تيتو، ما أنت كمان بنسمعوش كنت إيه؟ كتير. خضتنا يا تيتو. لا يا جماعه عادي يا جماعه، انا صليت ركعتين كده يمكن قبل ما يخلصوا عندنا. بعد الشر يا تيتو. الله المستعان. ماشي الكلام الله ده. المستعان. طب اروح انا بقى عادي عادي. يا جماعه هي الدنيا مش سايبه على فكره ان حد يجيب حد من بيته والكلام ده، وان هي تسلط على حد على فكره. ليه ما تقدرش؟ لا هم حاسبينها اللي ماشي. دخل بالك هم حاسبينها. يا تيتو مش كل حاجة لا مش سايبه خالص. أسقس راح فين؟ أسقس راح ليه فين؟ ما فيش هم كلام؟ مفكرين ما ان هي فيش سايبه، اهل، ما هم فيش حد. مفكرين طب يا جماعه دلوقتي تعملوا ايه؟ مفكرين ان هم مثلا معاهم رجاله يعني، واحنا ايه طالعين من شجره لوحدنا كده. هم حاطين في دماغهم كده يعني. مش عارف انا. ده بتقول لك انت أسقس راح فين يا يا هاني. تيتو؟ هاني من الفيوم. نعم. واحده بتقول لك انت من الفيوم. واحده علم بتقول مصر انا من يا الفيوم. جماعه كده، علم مصر الله يستركم. دي ليلى اللي بتقول ولا واحده في اللايف؟ لا في التعليقات، ما انت قبل شويه قلت انا قاعد في الفيوم. كده انا المفروض تبدا عنواني بالظبط. ما تخافش يا هاني، انت اللي قلت قبل شويه انا في الفيوم بس اقدر اوصل لأسس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام يا هاني التكاتك والموتوسيكلات ماشيين عندك فيها. وانت هنا ما بتطلعش من الشارع، انت بايت في الشارع يا ابني. والله قاعد عجزت في الشارع عشان الشبح زي الزفت، اقسم بالله. والله قاعد عند ابن خالتي عشان انا اصلا جاي ضيف عنده يومين كده. فرش في الارض يعني وقاعد. قاعد قدام المحل. طيب هعمل ايه طيب يا جدعان؟ صلوا على النبي. انت طالع عليك يا نبي. سمعونا الصلاه على النبي. نركز شويه مع بعض، استنوا يا جماعه نسمع بقى. نركز شويه مع بعض. تمام. انا طبعا اسف ان انا صليت الفجر وعملت حاجه كده بعد الفجر. تمام. الكلام اللي هنقوله تاني انتوا عارفين الحمد لله ان انا كلامي بجديات، كلامي بتكلم فيه بجد. تمام. والناس اللي بتيجي في اللايف وجايين يشككوا فيا فعلى جزمتي، على القندره بتاعتي. يا جماعه والله ما تستجرأ تتحرك من بيتها تروح للولا. ما تستجرأ تتحرك من بيتها تروح للولا. دخلت. ركزي معايا
دخلت عند الولا وتسجيل اللايف رعبت الحجه بتاعتنا، رعبتها. حرام فيها كلمه حجه. وسعونا بس، استمعوا بس. الراجل الأسس لما قلنا له اتصل بالنجده قريب تعملها على روحها، تمام؟ هي ما اتصلتش يا جماعه، هي ما اتصلتش بحد تحركه، هي اتصلت بحد تساله وتقول له الولد اتصل بالنجده، الولد اتصل بالنجده. عرفت ازاي؟ طب بس وسع بالك، عرفت ازاي؟ انا عرفت من شيخ الغفر اللي كل شويه بيقولوا لي انت مروه معاكم يا جماعه، مروه معاكم ما شاء الله، ماشي. شيخه. ايه اسمها الكتعه، والله اسمها الكتعه فعلا، والله هذا اول احسن اسم. انا سمعت النهارده ان هو مسمينها كده. كمل حضرتك. تمام. فهي دلوقتي مش عارفه تعمل ايه ولا تروح فين ولا تيجي منين. لو الولا فعلا ما كانش طلع امبارح، انا ما شفتوش امبارح بس هم قالوا ان هو طلع امبارح، اتقال لي ان هو طلع امس. لو ما كانش طلع امس وحكى واستغاث كانت ممكن تعمل فيه حاجه وكانت ممكن تجيبه، تمام؟ يعني لما قلنا له يطلع لايف كان صح كده. لان اليوم اتاكد لها من المعلومه اللي انا قلتها له، اتاكدت من المعلومه اللي قلتها له، علشان كده فتحت اللايف. اتاكدت من المعلومه اللي انا قلتها في اللايف ان الملف بتاعه موجود عند حماة الوطن. لا بس يا ميخا انا مش معاك في حاجه. وسعي بالي، اسمعني بس نعمل مهدي استغاثت ومسكوها فيها. بص انا هقول لك على حاجه. الموضوع بتاع ثواني، عارفين يا جماعه دخلوا عند الاعلامي هشام. استنوا الحته دي. دخلوا عند الاعلامي هشام اللي احنا بعتنا له استغاثه اسقس، سامعيني؟ اللي هو بتاع قضيه راي عام. عارفين دخلوا عليه يقولوا له ايه؟ خلي بالك عشان اسمك راح عندها. انتوا متخيلين؟ ايوه مش انا بقول لك والله معانا في اللايف، انا بقول لك انا كنت في حته تاني هناك. دلوقتي هشام دلوقتي هشام بيدافع على مروه دلوقتي. بالظبط، كان الاول هو بين البنين، دلوقتي معاها قلبا وقالبا. خلاص كده. ايوه بالظبط كده. دلوقتي دخلوا بقى عليه تعليقات بالعبيط. دلوقتي احنا عملنا استغاثه اسقس على طول، كتير استغاثه الاسقس، تمام كده، وقلنا له انه اتصل ببيس النجده. هم بقى دخلوا وقالوا له خلي بالك عشان انت اسمك راح عندها وراحت فيها. ايوه عشان هم مسجلين اللايف هنا، بيسجلوا الاستغاثه ما تنفعش، الاستغاثه ما تنفعش، الفعل هو اللي ينفع. طب يا جماعه انا سمعت ان مروه طلعت بكفاءه. استاذ هشام بصراحه قال كلام كويس جدا على مروه. بالظبط. انا كنت في اللايف بتاعه من ساعه وكان بيتكلم كلام كويس جدا عنها. معلش برضه الواحد حذر واجب. حذر واجب. على فكره صاحبتنا معانا، صاحبتنا معانا والله يا جدعان. يا مرحب بيها، يا مرحب بيها. يا اتفضلي اشربي قهوه، بس قهوه فيها ملح. يا مراحب. ماما مين اللي معاها بيبي يا جماعه؟ سلمى يا سلمى. كمل يا ميخا. يا جماعه الولا اتصل بالنجده فعلا. طب ازاي؟ يا ستي مش ضروري، مش لازم تعرفوا كل حاجه يا جماعه. يا جماعه مش ضروري. كل حاجه يا جماعه مش لازم كل حاجه تتقال. ماشي بس المهم ان هو كويس. اسمعوه خلاص. يا جماعه الناس دي دلوقتي عاملين، انا انزل الجستات كده يا جماعه. الناس دي عاملين دلوقتي زي الذبل، فمش كل حاجه. الوقت اللي احنا فيه ده وقت حساس، الوقت اللي احنا فيه ده وقت حساس. اتصال الولد بالنجده ربك كل الحسابات. فعلا